السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قلوب مليانة حب وفخر بنقرب من نبع السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من رب السماء لخير خلقه. وما كانش خلق النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلام حلو أو تصرف لطيف كده وخلاص، ده كان تجسيد حي للقرآن، كأنه ماشي على الأرض، كأنه آية بتنور الطريق للناس. كل حركة منه، كل كلمة كانت بتشرح معنى الرحمة، وتعلمنا ازاي نعيش الدين مش بس نقوله. النهاردة احنا بنبص على جزء صغير من بحر أخلاقه اللي غرق قلوب العالمين قبل ما يفتح حصونهم. أخلاقه كانت مفتاح للناس، كانت دعوة من غير ما ينطق، وكانت دايما سبب في ان القلوب ترتاح وتطمئن. هو فعلا الرحمة المهداة. علمتنا ان القوة مش في الصوت العالي ولا في الجدال، لكن في اللين، في الحنية، وفي الصبر اللي بيغير النفوس. أولا رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني مش بس رحمة للمؤمنين، لا، ده رحمة للناس كلها، للصغير قبل الكبير، للمؤمن والكافر، للإنسان والحيوان، لكل مخلوق بيتنفس على الأرض. الرحمة دي ما كانتش حاجة بيعملها أوقات ويوقفها أوقات، دي كانت جزء من روحه، من طبعه، من طريقته في الحياة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحن الناس على الأطفال، بيحضنهم، يلعبهم، ويقبل أحفاده. وكان لما يسمع طفل بيعيط في الصلاة يخففها علشان ما يتعبش أمه. شوف الرحمة وصلت لفين. حتى في العبادة كان بيحس بالناس ويطبطب عليهم من غير ما يتكلم، وكان بيشيل أحفاده وهو بيصلي. رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول: استوصوا بالنساء خيرا، يعني خليهم دايما طيبين معاهم، فاهمين احتياجاتهم، مقدرين تعبهم. مكانش بس بيقول الكلام ده كان بيعيشه في بيته، بيشارك زوجاته في شغل البيت، يقعد معاهم، يسمعهم، وكان دايما يوصي باليتامى والمساكين والأرامل، ويبشر اللي يكفلهم بأجر كبير عند ربنا. يعني الرحمة عنده ما كانتش بس في الكلام، دي كانت فعل، وكانت منهج حياة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان والجماد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرضى بأي ظلم، حتى